السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نحضر مع بعض النهارده طاجن لحمة بالبصل. جنان جنان والله العظيم هيعجبكم قوي. بصوا دايب دوب، يعني هو باين قدامكم اصلا. قبل ما نبدأ بقى الفيديو بتاعنا، اللي ما اشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو ويضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نشوف المقادير والمكونات وهنعمله ازاي النهارده. يلا بينا. معايا هنا بقى اللحمة بتاعتي على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. معايا صلصة وسكر وبصل، ملح، فلفل اسود، قرفة، واحدة مرقة، بهارات لحمة. جبت اللحمة بتاعتي كده بقى، هقسمها نصين علشان اللحمة كانت عندي حجمها كبير. لو انت اللحمة عندك حجمها كويس تمام، عايزة تقطعيها صغير برضو تمام. انا قطعتها كده نصين. بمعنى اصح تظبطي اللحمة بتاعتك في التقطيع على حسب انت ما عايزاها. بعد كده بقى معايا كمية بصل محترمة، يعني 3 بصلات كبار كده. مسكتهم بقى قطعتهم كلهم جوليان كده زي ما انتوا شايفين. ولا رفيعة ولا تخينة، متوسطة كده حلوة. همسك بقى كل الكمية اقطعها معايا وارجع لكم. كده خلصت كل كمية البصل معايا. كده البصل معايا جاهز واللحمة معايا جاهزة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معايا صينية على النار، حطيت فيها معلقتين 3 كده زيت، عليهم معلقتين كده زبدة. اول بقى ما يسخنوا معايا كده هنزل عليهم بمعلقة السكر. هنكرمل بقى معلقة السكر دي، يعني اول ما تاخد لون بني كده هاجي نازله عليها بالبصل بتاعي. بصوا بدأ لون الزبدة بتاعي يتغير. بصوا السكر بقى لونه بني، هنزل بقى بالبصل بتاعي. هديله بقى قلبتين 3 كده في قلب الزيت والسمنة. اول ما يدبل كده وياخد لون مصفر من السكر، هنيجي نزلنا عليه باللحمة بتاعتنا. بصوا نفس اللون ده كده. نزلت الاول بالتوابل والملح بتاعي، هقلبهم بقى كده قلبتين. هنزل بقى باللحمة بتاعتي كلها. انا مش هسويها، انا هديها لون بس. هقلبها بقى كده كويس في قلب البصل. بصوا بدأت لونها يتغير معايا. هقلبها بقى كده كلها جنب التاني عشان ياخد معايا برضو لون. كده بقى اخدت معايا لون من الجنبين، هنزل عليها بقى بمعلقتين الصلصة بتوعي وهقلبهم كده بقى في الصلصة كويس. كده بقى بقت جاهزة. هجيب بقى اي صينية، اي طاجن، اي حاجة بقى انتي بتحبي كده تعملي فيها اللحمة بتاعتك في الفرن. نزلت بقى بكمية اللحمة بتاعتي. بعد كده هنزل بكوباية واحدة، كوباية واحدة مية مغلية. انا معايا الفرن سخن، مخلياه على درجة حرارة 200. حطيت بقى كوباية مية مغلية، هغلفها بقى بورق الفويل كده كله. وبعد كده هنزل يعني احط عليها الغطا بتاع الصينية دي اللي انا حطاها في الفرن، بحيث ان هو ايه، ما يبقاش فيه السخونية، ما تطلعش بره نهائي. هدخلها بقى الفرن الساعة بالظبط، ساعة بالظبط، وهتتفرجي على اللحمة بتاعتك دي عاملة ازاي. مش هتاخد اكتر من ساعة. بصوا انا لسه مخرجاها حالا، لسه سخنة. تعالوا بقى نشوف اللحمة بتاعتنا دي طلعت عاملة ازاي. تعالوا بقى نطلع منها كده. بصوا عاملة ازاي، بجد لونها تحفة. وطعمها والصوص بتاع البصل اللي احنا عاملينه ده بقى عمل صوص جامد بصراحة. بصوا اللحمة عاملة ازاي، يعني دايبة. هي باينة مش عايزة كلام.
قدميها بقى جنب رز، قدميها كده، عايزة تاكليها بالعيش، كده كده معاها صوص اصلا. بصوا عاملة ازاي. بصوا الاول البصل بتاعي. بجد الطريقة دي حلوة قوي، جربوها على ضمانتي. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبكده خلص الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.